اقسم بالله 3 حاجات يحموك من اي شر موجود في حياتك. اول حاجة انك تحط ربنا في نصاب عينك في كل حاجة بتعملها، تتقي ربنا سبحانه وتعالى في اي عمل تيجي تعمله في الدنيا تبقى حاطط ربنا قدامك كده، لا تخون ولا تظلم ولا تغش ولا تعمل اي حاجة. طول ما انت حاطط ربنا في نصاب عينك، طول ما والله العظيم ربنا هيبقى حافظك. ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى هيبقى مانع عنك كل حاجة وحشة في الدنيا. يكفيك ان انت هتحس ان ربنا سندك وظهرك دي في الدنيا. تاني حاجة انك تكون بتراضي اهلك، بتكون بتدي من مجهودك لاهلك، تكون متحمل لمسؤولية. البني ادم اللي في رقبته مسؤولية بينجبر، البني ادم اللي في رقبته حمل بينجبر. ولادك، مراتك، جوزك، ابوك وامك، كل دول والله العظيم لو الدنيا دي كلها ضدك والعالم ضدك وانت معلق مسؤولية في رقبتك، والله عمرك ما تحزن ابدا، عمرك ما تنام بالليل وانت قلقان، عمرك ما تنام بالليل وانت خايف. خلاص معاك طاقة تغير كل حاجة. وتالت حاجة ودي مهمة جدا، انك تبقى صادق من جواك، بتتعب وبتشتغل بما يرضي الله، صادق ما بتاكلش جنيه حرام، صادق ما بتظلمش بني ادم، صادق يعني انت من جواك عايز تشتغل بمجهود وتاخد حق مجهودك ده. تشتغل وبس، ما تتكلمش، تشتغل وبس، ما تخش في نقير مع حد، تشتغل وبس. والله العظيم لو عملت ال3 حاجات دول والله ما في شر ان شاء الله هيصيبك ابدا.